إخوان، السلام عليكم. معكم دوم حميد، فيديو جديد من قناة أصل الحكاية. بغينا نديرو واحد السلسلة ديال الحلقات اللي هي قصيرة، ما تكونش طويلة، واللي غتتكلم على الشخصيات اللي كان عندها أكبر تأثير على التاريخ ديال الإنسانية. الشخصيات اللي كيكون عندها إما تأثير سلبي ولا إيجابي. وهاد الشخصيات اللي غندويو عليهم ما تذكروش في التاريخ، ما كانوش يعني رؤساء ولا شي حاجة، كانوا مجرد أشخاص، ولكن قدروا انهم يصنعوا الفارق. كاين منهم اللي خبيت، وكاين اللي كان عنده تأثير مزيان. اغلبيتهم ما كانوش مزيانين، هذا هو الاشكال. كنت درت واحد المره واحد الحلقه على واحد منهم سميتو راسبوتين، وكنت شرحت في هذيك الحلقه كيفاش هذا السيد هذا اللي هو مجرد عروبي جا من الارياف ديال سيبيريا في روسيا، هذا الشيء، وقدر انه يتحكم في البلاط الروسي اللي كان تقريبا اعظم بلاط في ديك الساعه. كانت انجلترا براسها كتغير من ديك القبهه وداك البذخ وداك الاتيكيت اللي عند القيصر والحاشيه ديالو. كانت تغير الملكه فيكتوريا انها تمشي عندهم وتشوف داك الشيء كله. هذه راه انجلترا، الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس. على اي، اليوم بغينا نهضروا على شخصيه اخرى، واحد السيده اللي الاحداث ديال داكشي اللي دارت وقعات في امريكا اللاتينيه، وبالضبط في المكسيك. هاد السيده هذه كانت سبب في انهيار امبراطوريه الازتيك، اللي هي كانت من اعظم الامبراطوريات في امريكا اللاتينيه. طبعا امريكا اللاتينيه دازوا فيها ثلاث الامبراطوريات اللي هما كبار. كانت امبراطوريه الانكا والازتيك والمايا. المايا هي القديمه فيهم كاع، اللي كانت تقريبا 2000 عام قبل الميلاد، وقدرت انها تصاوب دوك الاهرامات اللي كتشوفوهم وداك داكشي خطير. على اي، حنا نرجعوا للامبراطوريه اللي كتهمنا، اللي هي امبراطوريه الازتيك، اللي كانت النهايه ديالها كانت في القرن تقريبا السادس عشر، 1530 كانت انتهت. النهايه ديال هذه الامبراطوريه هذه كانت سريعه، كانت غريبه الاحداث اللي وقعت. فطبعا ان امبراطوريه تنهار في بضع سنين، في اقل من 5 سنين، وعلى يد واحد الحفنه ديال المغامرين الاسبان، ما كتدخلش للراس. والامبراطوريه كان ديجا عندها 200 عام وهي مستمره. سبب السقوط ديال الامبراطوريه ديال الازتيك جوج الاسباب جابوا لهم الربحه: امراه والديانه ديالهم. طبعا الديانه ديال امبراطوريه الازتيك ضروري ان نقول لكم شنو هي، لان هي اللي كانت السبب في النهايه ديالهم. كانوا الازتيك عندهم واحد معتقد بان الاله ديالهم اللي هو كيتسالكواتل، وواحد اله اخر سميتو ويتسولوبوتشلي، وكان اله اخر عاوتاني سميتو كوليبري، وهما تقريبا شي 4 الالهه عندهم. كانوا تيظنوا بان هاد الالهه اللي هي كتمثل الشمس ما يمكنش انها تبقى على قيد الحياه الا لا هداو ليها، يعني غداوها وكلوها الدماء ديال البشر. فكانت كاع الحروب ديال هاد الازتيك هادي كتكون على اساس ديال ان يشدوا اسرى، ماشي يقتلوا، يشدوا اسرى ويجيبوهم صحاح في الصح ويضحيو بهم، يقدموهم قربان للالهه ديالهم. فكان طبعا تيحاولوا حتى ما يبليسيوش العدو ديالهم، لان غادي يديوهم من بعد ويضحيو به. فتخيل انت كتحارب مع واحد انت ناوي تضربو ضرب القتيله، هو ناوي ما يجرحك ما يقيسك، خصو يشدك هكاك حي، كي غتشد ليه انت شاد سلاح وباغي تقتلو. المهم هذه الديانه ديالهم اللي كانت السبب في النهايه ديالهم. يعني حتى الحروب ديالهم ما كانتش ساعيوز فاش تلاقاو مع صبليون. والسبب الثاني امراه سميتها لا مانينشي، وسميتها دونا ماريا وماريانا. عندها بزاف تسميات هاد السيده هادي. هاد السيده هادي كانت عارفه ان في لا ميثولوجي، يعني في الاسطوره ديك الحجايات اللي كانوا تيعاودوهم لبعضياتهم الازتيك، ان الاله كيتسالكواتل اللي كان في العاصمه ديالهم سميتها تينوشتيتلان. وكانت غريبه هاد المدينه هادي، اللي شافها الواحد تيحماق عليها. مدينه دارت فوق جزيره اللي هما صاوبوها. الجزيره ما كانش واحد البحيره كانت عندهم سميتها تكسكوكو، وصاوبوا هما صاوبوا وسط الماء ديال ديك البحيره، صاوبوا داروا بحال تقول سدود، وقدروا ان يعمروها بالرمله ويصاوبوا فوقها مدينه.
مدينه عظيمه، كان تقريبا عدد السكان ديالها 500 الف، وكانوا دايرين ليها التزويد بالمياه ديالها والطرق كيفاش تخرج من تما من ديك الجزيره دوز اليابسه، يعني خاصك دوز فوق داك البحيره كامله تقطعها، وداروا مداخل ومخارج واهرامات وهو الليله داروا مدينه قداش وفي منتهى الجمال ومنتهى النظافه، لدرجه انه الاسبان اللي كانوا وصلوا شافوا بعينيهم تينوشتيتلان قبل ما يدمروها كتبوا في المذكرات ديالهم بان تينوشتيتلان اعظم من روما، ما تبانش روما قدامها في الجمال وداكشي. وكان تيحكم عليهم واحد الملك سميتو موكتيزوما الثاني، كان اوكتيزوما باه الاولاني وجا موكتيزوما الثاني اللي هو ولده، وكان اون ميم طون هو راهب وملك يعني متعدد المواهب. كان عنده واحد المعتقد بان هذا الاله كيتسالكواتل اللي كان حاكم قبال، كان حاكم هو اللي كان حاكم في العاصمه تينوشتيتلان، كان ما عرفتش شنو طرا ليه، طلع ليه الدم، بانوا ليه حيت هو كان اله الحياه، فبان لهم بان كثروا الاضاحي فخوى عليهم وقال لهم غادي نخوي وواحد النهار غنرجعوا خصكم تسلموا لي مدينتي ترجعوها ليا. فكانوا كاع الازتيك عايشين على امل بحال داك المهدي المنتظر، يعني تيقولوا بانه راه غادي يجي واحد الوقت غيرجع كيتسالكواتل وغادي خصنا نرجعوا نسلموا ليه المدينه ديالو، هو اللي غيحكم الاله ديالهم. ف الصبليون ملي كانوا ديك الساعات وصلوا للشواطئ ديال امريكا اللاتينيه لقاو قبائل اخرى، ولكن هما ما عارفينش بان مور هاد القبائل واخا ديك القبائل بانت لهم بدائيه، ما عارفينش بان مور هاد القبائل كاينه حضاره، هما تيصحابوا كاين عا هادوك لي زانديان اللي هازين النبل وهازين. فكانوا هذوك القبائل كتهدي لهم الذهب، كتهدي لهم الجواهر، كتهدي لهم الالبسه، كتهدي لهم، من ضمن ما هدات لهم هداو لهم عيالات 20 مرة كانوا هداوها لذاك القائد اللي كان جا، هو اللي تيقود الحمله الاسبانيه سميتو هيرنان كورتيس. هذا هيرنان كورتيس هذا كان غير واحد مغامر، يعني ماشي شي واحد اللي كان يعني من النبلاء ديال اسبانيا، كان يعني فقير تقهوان محسوب نبيل، ولكن كان من ديك لا نوبليس اللي كانت يعني بين وبين ما مرفحينش. غير هو كان قاري، كان قرا في الجامعه ديال سالامونك وكان كاتب، ويعني المخطوطات ديالو اللي باقي لحد الان تيقراوها في المكاتب الاسبانيه كتلقاه بان عنده نيفو. كان هز قلوعو وقال غادي مشيت انا لامريكا اللاتينيه باش نقلب انا على راسي، لان كانت اسبانيا عندها ازمه اقتصاديه والبطاله وداكشي. فمشى، ملي مشى كان ترأس واحد الحمله بحكم انه تعرف شويه يقرا، هو اللي قاد واحد بضع بواخر شراعيه، وصل الشواطئ. ملي عطاوه الهدايا وداك الشيء عطاوه واحد المراه سميتها لا مالينشي. هذه كانت اميره وبوها كان شاف ديال القبيله، وهي بحكم ان جات القبيله ديالها جات بين المايا والازتيك، يعني شدوهم الازتيك طحنوهم، فما كانش تحمل هي الازتيك، كانوا هما السبب ديال ذهاب الملك ديال بوها وانها هي ولات خادمه. فاش تهدات هيرنان كورتيس مع كانت زوينه هي، فطبعا دغيا تعلمت هي الصبليونيه، ذكيه بزاف هاد السيده هادي، راه شنو نقول لكم، نعتمدوا حنا على الشخصيه اللي خلات البصمه ديالها في التاريخ. هاد ملي وصلوا الصبليون كانوا العيون ديال موكتيزوما الملك ديال الازتيك كانت حاضين الشواطئ بحكم انه امبراطوريه وحاضي الحدود ديالو. فجابوا ليه العيون ديالو قال له ودي راه شنا شي جبال جايه فوق الماء، وما تعرفوش شنو هما البواخر ديك الساعه، ونزلوا منها ناس شكلهم غريب، يعني بيضين وشعرهم شهب هو طبعا كيسالكواتل داك الاله اللي كان زاد في حاله شنو كان معروف عليه، كان انه ابيض والشعر ديالو اسود. فصيفط هو يعني رسل باش يهضروا مع هاد الصبليون هادو ويشوفوا بالضبط هذاك هو الاله كيتسالكواتل رجع على حسب النبوءه اللي عندهم. ملي وصلوا الرسل ديالو وبداو تيهضروا مع هيرنان كورتيس طبعا بالمترجمين وداك الشيء، هي مطوره قالت هيرنان كورتيس ما تردش عليهم حتى نقول لك شنو تقول لهم، هادو راه كيصحابوك اله والسميه ديالك انت كيتسالكواتل، بمجرد ان يقتنعوا بانك انت يا اله
تحلت لك الابواب ديال الامبراطوريه ديال الاصتيك كامله. غتدخل العاصمه تينوشتيتلان اللي كان من اصعب ما يكون انك تقدر تهجم عليها، بحكم انها هي جزيره دايره بها بحيره. وفعلا هو تبع الهضره ديالها، فكان ديما هي كتوشوش ليه في ودنو اي كلمه يقولها لهم، حيت هي عرفت بالضبط هادوك الرسل ديال الاستيك اشنو جايين وشنو باغيين يعرفوا. ديك ليدونتيفيكاسيون عرفتها، قالت لي شوف هادو راه بمجرد ما تعطيهم هاد الكلمات اللي غنقول لك انايا غيعرفوك بانك انت راك اله وراك رجعتي كيتصالحوا. وثاقوا بها وسرطوا الطعم الاستيك، ورجعوا عند الملك موكتيسوما وقال لها ودي راه حنا لقينا الاله كيتساركواز وراه رجع وراه خصنا نسلموا ليه العاصمه. وطبعا قصه باش انه استقبلهم، جاو استقبلهم كآلهة، فالصبريون طبعا تقلبوا عليه وشدوه وشدوا العاصمة ودمروها ونهاو معها. شي حاجة سميتها امبراطورية الاستيك، هذه غنعاودوها حنا في قصة اخرى باش ما نطولوش الفيديو، اللي هي طبعا وقع الانهيار ديالها في ظرف يعني بضع سنين. يعني هادشي كله هذا خدا 5 سنين. والامبراطورية ديال الاستيك اللي كان فيها تقريبا 25 مليون ديال السكان مشات عن بكرة أبيها، لأن في الآخر قداو عليها الأوبئة اللي كانوا جابوها معهم الصبريون في ظفارهم وفي شعرهم. فطبعا تسموا على داك أي واحد جاي راه كتشوفوا فاش كانوا تيرجعوا رواد الفضاء تيرجعوا من المهام اللي هي في الفضاء، كيحطوهم 40 يوم في الكارونتين اللي يجيبوا معاهم ميكروبات ما عارفاش جسمنا حنايا. فطبعا ديك لا غريب يعني الانفلونزا اللي كانت في اوروبا وداكشي طبعا كان عندها تاثير كبير على السكان ديال امريكا اللاتينيه، وفنات منهم تقريبا 90%، والباقيه فناو الاسلحه ديال الصبليون اللي مشاو بدون رحمه ولا شفقه مع السكان الاصليين وقضاو عليهم وسيطروا على الخيرات ديالهم. المهم الواحد باش يعرف شنو هي اسبانيا وشنو كتسوى. على اي نتمنى ان القصه تكون عجباتكم، وان هذا الاسم هذا ديال لامارين شي تبقاو عاقلين عليه. فهذه اذكى امراه داز في التاريخ ديال الانسانيه، مش غتكون هي اذكى ولكن هي من اذكى. نتمنى لكم امسيه سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.